ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه في كل مكان؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده جايبالكم طريقه حلوه للفراخ. بجد بجد هتعشقوها وهتحبوا تعملوها كده على طول. تغيير بقت عن المشوي وعن الطاجن تغيير يعني كامل. طعمه حلو وخفيف ويعني مذاق كده مختلف. هتحبوها وهتحبوا تعملوها على طول. ولادك هيطلبوها منك على طول. بجد عملتها كده اهوت مع جنب ملوخية خضرة ورز. والصوص بتاعها بقى اللي نازل منها جميل. نبدأ مع بعض الطريقة. انا جايبة هنا فرخة كبيرة. كانت 2 كيلو ونص، فقطعتها يعني كأنك هتقطع الفراخ المشوية اللي هي للشوي يعني، او على حسب ما انت حابة، هي كده هتستوي وكده هتستوي معاك. بس انا عشان يعني تكون واخدة معاك السوا كامل، انا حاطة هنا 4 حبات طماطم وحبات بصلة ومعلقة توم مفروم. التوم يعني بيدي نكهة حلوة للأكل. كأنك هتعمل التتبيلة بتاعة المشوي بالظبط، نفس التتبيلة بتاعة الفراخ المشوية. حطي بقى التوابل بتاعتك، فلفل وشطة وكمون وتوم وبصل بودر وبابريكا وسن شطة لو لو انت حباها سبايسي. يعني بتحبي الحاجة الحراقة شوية، ماشي. انا وحطيت شوية كزبرة ناشفة، كزبرة مطحونة على الخلاط بقت، وهعملهم هضربهم في الخلاط. معلقتين خل، دي عشان تدي بس طعم، يعني حاجة حلوة كده، مزازة في الخلطة يعني. ومكعب مرقة. خلطت الطماطم على الخلاط وكده هجيبها على الفراخ وهحطها. هنزل بيها كلها، يعني تكون مغطية الفراخ كامل. الفراخ طبعا كانت مغسولة ومتصفية، ما فيهاش اي نقطة مية. لازم تغسليها وتصفيها عشان ما يكونش في مية تنزل مع الطماطم. بعد ما سبتها ساعتين كده تتبل، جيت بقت معايا حلة هنا على البوتاجاز على النار، وحطيت فيها معلقة سمنة او زبدة او زيت اللي انت حباه يعني. هنزل بالفراخ والنار عالية تحتيها، يعني النار تكون عالية تحت الحلة عشان انا عايزاها اول ما تنزل تاخد صدمة على طول. هرصها كده حتت جنب بعضيها. يا ريت لو وصلتوا هنا لحد هنا كده معايا في الفيديو، متنسوش تشتركوا وتحطوا لايك وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. وانا بجيب لكم اسهل وصفات وارخص وصفات واطعم وصفات بجد، يعني مش مكلفة، وحاجات حلوة مختلفة هتعملوها في بيتكم كل يوم. كده بتاخد صدمة، بقلبها بقت على الناحية التانية. هي وصفة حلوة خالص، ما بتاخدش وقت معاكي خالص، ولا وقت ولا مجهود، بس هي يعني حاجة مختلفة وطعم مختلف. وولادك بجد هيحبوا الصوص اللي نازل ده منها جدا جدا. هي لسه لحد دلوقتي ما عملناش الصوص اللي احنا عملناه، اللي هو هيطلع منها يعني. دلوقتي هي خدت صدمة من ناحيتين بس ما استوتش، يعني هي ما خدتش السوا بتاعها الكامل. انا بغطيها بقى شوية عشان البخار يسويها. بغطيها شوية تاني وبرجع عشان اقلبها، يعني كل 5 دقايق قلبيها. هي تاخد معاكي مثلا تقلبتين 3 لحد ما انت هتحس ان هي بدأت تستوي. الفراخ طبعا ما بتاخدش وقت، ومهما تكون الفرخة كبيرة معاكي هتستوي.
بصوا كده كأنها بتتحمر وبتتسوي، يعني بتستوي في نفس الوقت. هي نزلت المية بتاعتها دلوقتي، فانا طبعا هخليها لحد ايه ما المية اللي نزلتها دي ترجع تشربها تاني. بقلبها على كل ناحية علشان تاخد يعني تستوي من كل جنب وتاخد اللي هي التحميرة يعني كده معايا. معلش البخار بيطلع على الكاميرا. كده هي بدأت تستوي، يعني كده خلاص هي دخلت في السوا. انا بقلبها على طول علشان يعني انتوا عارفين الفراخ عايزة تستوي من كل ناحية، وهي مش يعني مش ما فيش حاجة غمراها عشان تستوي فيها. بدأت المية تقل معايا، وبدأت السمنة تظهر من اول وجديد تاني. بصوا هي بدأت تاخد لون اللي هي كأنها ايه، آه كأنها بتتحمر، يعني فراخ محمرة. بصوا بقت السمنة بدأت تظهر تاني، يعني بدأت الفراخ كأنك بتحمريها، بعد ما استوت بتتحمر في نفس الحلة باينة. التحميرة دي بقت بتخلي الفراخ مش طرية معاكي في الخلطة يعني في الطريقة دي، وفي نفس الوقت طعمها جميل. نزلت بالصوص اللي هي كانت فيها الفراخ، الصلصة اللي كانت ناقعة فيها اللي كنت حاطة فيها الفراخ، حطيتها على الفراخ تاني. طبعا احنا كنا مصفين الفراخ، يعني ما تقوليش كان فيها مية الفراخ ولا كده، الفراخ كانت متصفية خالص ما فيهاش اي نقطة مية. بص بقت هي خدت التسبيكة بتاعت الفراخ ومتسبكة في الفراخ، واخدة طعم الفراخ كامل بجد. انت ولا يعني احنا كنا حاطين الملح وحاطين البهارات وحاطين فيها كل حاجة، انت بس هتحط الصلصة، هتاخد بس ايه تسبيكة معاكي، وهتاخد طعم الفراخ، وبجد بجد هتاخدي منها احلى صوص، احلى من الفراخ نفسها، وطعمها بجد جميل جميل خالص. هتعجبكم، جربوها وقولوا لي في الكومنتات لو عجبتكم الطريقة. متنسوش تحطوا لايك واشتركوا في القناة اللي لسه مشتركش. اشوفكم على خير في وصفة جديدة، ومع السلامة. باي. ده الصوص اللي نازل منها، انا حطيته في اطباق صغير. سلام، مع السلامة.